يقول خليلي صغ عقودا من الشعر ونضد عن الصديق أعجبة الدهر. فقلت وما شعري وإن كنت مفلقا، وهل تبلغ الأشعار قدر أبي بكر؟ فلم يحن للأوثان في الجهل جبهة، وما عرف الفحشاء أو سكرة الخمر، وفطرته تنهاه عن كل مأثم، فلم يأت ما يأتي سواه من النكر. وكان شريفا في قريش وعالما بأنسبها صافي الأرومة والنجر، وكان له أمر الديات لفضله كريم سجايا طيبا باسم الثغر. ولما أتى الإسلام بادر سابقا إليه، فلم يسبقه للحق ذو طمر. وخير الورى بعد النبيين قد سما على الناس طرا في مناقبه الغر. رفيق رسول الله من فك جاهدا يلازمه حال الإقامة والسفر، وثانيه عند الغار يبذل نفسه ويدفع عنه باليدين وبالصدر. فكم مسه في دفعه الضر والأذى، ونالته في ذات الإله يد الغدر. وأول داع قام يخطب جهرة ولم يلق بالا للتربص والزجر. أفاضل من بين الصحابة أسلموا على يده لما دعاهم إلى البر. يفضله الأصحاب لم يعدلوا به، فتل بزيد قارنوه ولا عمري. وما لقب الصديق إلا لصدقه وتصديقه المختار في السر والجهر. فرارا بدين الله غادر أرضه وفارقها مستسهلا كل ذي وعر. أمن الورى طرا على أكرم الورى يحكمه فيما حواه من التبر. فصدقه إذ كذب الناس قوله، وأكرمه بالبذل في سعة العسر. لقد كان من بين الصحاب أحبهم إليه وأولاهم بما حز من قدر. وقال لهم هل تاركوا لي صاحبي، ولا خوخة تبقى سوى لأبي بكر. وينعته مولاه بالفضل قائلا أولو الفضل هل كالفخر ذلك من فخري. وسماه دون الناس في الذكر صاحبا، وحسبك ما تتلوه في محكم الذكر. وفي الليل يؤتي مآله قال ربه، به يتزكى لا يريد سوى الأجر. وزير رسول الله بل مستشاره، وفي الصحب سباق إلى أوجه البر. وأسلم من بين الصحابة أهله جميعا، ونال الفضل في أشرف الصهر. وكان رقيق القلب إن يتلو آية بكى خشية والدمع يجري على الصدر. ولما رأى الغلمان من أجل دينهم يعذبهم أهل العداوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر. وأول مبعوث إلى الحج خصه به المصطفى من بين أصحابه الغر. وفي هجرة المختار كان رفيقه يشاركه في الجوع والخوف والعسر. مشى خلفه طورا وطورا أمامه على حذر خوفا عليه من الضر. وقد كان في كل المشاهد حاضرا، فما غاب يوما عن مقارعة الكفر. وكان إذا دارت راح الحرب فارسا، ولم تعرف الهيجاء عنه سوى الكر. وقد كان للقرآن أول جامع، وبشر بالجنات والسندس الخضر. ولما نعى المختار للناس نفسه بتلميح قول كان أعلم بالأمر، فقال أبو بكر فدتك نفوسنا
وأموالنا والدمع في خده يجري. ولما ثوى خير البرية أحمد تماسك من هول المصيبة بالصبر، وقال حبيبي طبت حيا وميتا، وقبله والدمع ينهل كالقطر. وقام خطيبا سكن الناس قوله، وكلهم أصغى لقول أبي بكر، وبايعه الأصحاب طوعا لأنه إمامهم في العلم والفضل والقدر. وعند ارتداد الناس جرد سيفه، وثبت دين الحق بالذبل السمر، وساس أمور الناس بالعدل والهدى، وأوسعهم بالأمن والخير والوفر. ووجه نحو الروم والفرس جيشه، فمن عليه الله بالفتح والنصر. وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على خير حال، ثم غادر في الإثر. ترسم خطوى المصطفى وسبيله، فما حد عنها قيد شبر ولا فتر. وكان لزيم المصطفى في حياته، وجاوره بعد المنية في القبر.